جهاز امن الدوله، او الامن الوطني، هو جهاز اسمه كده. انا ليه يحق لي ان انا اعرف الامن الوطني ده ماشي ازاي، ولا الضابط ده ماشي ازاي، ولا ما يحصل حادث فاحنا بنقف عليه. لكن ما يحقش لي ان انا اتصل بلواء ولا اتصل بمسؤول في الداخليه اقول له هو اللواء فلان الفلاني بيروح بيعمل ايه وبيسوي ايه، او اطلع على الملفات بتاعته. يعني ايه؟ وقلنا قبل كده في الموضوع بتاع مديريه امن الدقهليه اما كنا بنتكلم، وزملاء كثر اتكلموا، كنا غايبين امبارح اول امبارح، زملاء كثر اتكلموا عن الاحتياطات الامنيه الغير سليمه اللي موجوده قدام مديريه امن القاهره. العربيه نزلت، العربيه وقفت، الواد طلع منها ركب عربيه ثانيه وخلع، والناس بتدور على اللي راكب العربيه مش لاقيه مين اللي راكب العربيه، والعربيه نسفت الدنيا. وبعدين يطلع الفيديو اللي بيصور العربيه والناس نازله والراجل نازل منها، يطلع الفيديو ده مش بتاع وزاره الداخليه، مش بتاع مديريه امن القاهره، لا ده بتاع حته ثانيه. الله، فين يا عم الفيديو بتاع وزاره الداخليه بتاع مديريه امن القاهره؟ اصل مديريه امن القاهره مفيش بقى فيديو، ما بتصورش زي مديريه امن الدقهليه. فين يا عم الفيديو بتاع مديريه امن الدقهليه؟ فين الكاميرا اللي بتصور جابر وهو داخل وهو طالع، وجابر وهو رايح نازل راكب الاسانسير وجاب الاسانسير؟ انا افترض جابر ده ارهابي يا اخي، ما بتصوروش ليه؟ لا ما اصل ما فيش صور، ما بتصورش الكاميرات، بس الكاميرات بايظه. اصل الراجل بتاع التصوير ما جاش النهارده، ما اعرفش هو بيصور بالميه؟ يعني ايه الراجل بتاع التصوير ولا الراجل ما بيصورش النهارده، ولا في عطل في التصوير؟ يعني ايه؟ يعني ايه الاهمال ده؟ وبعدين هنيجي نتكلم، لا اصل احنا في حاله حرب، ماشي، احنا متاكدين ان احنا في حاله حرب، بس كل واحد برضه يشوف شغله. في حاله حرب يعني ايه؟ يعني ايه مديريه امن ما يكونش في قدامها حمايه؟ يعني ايه؟ واللي يخش مديريه الامن ومالوش حق انه يخش تقطع رجله. احنا بنهزر؟ لما احنا في حاله حرب بتسيبوا الناس ليه تدخل تطلع؟ لما احنا في حاله حرب اي واحد له اي حاجه يخش يعملها ويطلع، اي عربيه تقف قدامه ما بتظبطوش الدنيا ليه قبل دي؟ الكاميرا اللي جايه من بعيد، العربيه دي جايه من بعيد، ما تظبطش الكاميرا اللي عليها وهي جايه. واحد كده يعني يعمل اللي هو عايزه، فرد واحد بعربيه. واتعملت قبل كده في كذا مكان. كنا اتكلمنا عن محمد مبروك قبل كده. في خلل، والخلل لازم يتعالج. في خلل تاني والخلل لازم يتعالج. هنقول ايه تاني؟ في حاله مش مظبوطه بقى الاخوان بقى العفاريت الزر، في حاجه مش مظبوطه. في حاجه عشان واحد قاعد لي هناك في دوله ما وفي احدى القنوات يقول لي ده انا كنت قاعد مع اللواء محمد السعيد الله يرحمه، ويقول للمذيع ده انا هقول لك سر ما حصلش، مفيش داعي لذكر اسمه يعني. بقول له ذكر اسمه الاخ اللي قال ده اصلا ما يستحقش الواحد يذكر اسمه. فبيقول للمذيع ده انا اعرف معلومه، استنى بس اقول لك المعلومه. قال له خير؟ قال له ده انا اعرف محمد السعيد ده قابلته في مجلس الشعب وهو قاعد كده اهو مع صبحي صالح، قاعد كده اهو مع صبحي صالح. يعني هو الراجل عايز يقول ان وزاره الداخليه، ما هي دي العبث، امال ايه؟ يعني هو عايز يقول في القناه اللي هو قاعد فيها انه اللي قتل ده وزاره الداخليه، ان اللي قتل محمد السعيد وزاره الداخليه. هو عايز يقول كده. وده اللي قال لما طلع الناس قالت لك مين اللي قال انه بيت المقدس، انصار بيت المقدس دي حقيقيه؟ طب يا اخويا، ما انصار بيت المقدس جايبه فيديو وهم بينزلوا الطياره، وجايبه فيديو قبل كده وهم رايحين لمحاوله اغتيال وزير الداخليه الفاشله، ولما ضربوا محمد مبروك، ولما ضربوا ابو شقره، واللي امر الصناعي في المعادي. هو احنا بنجيب حاجه من دماغنا؟ ولا انتوا اللي بتطلعوا والبيانات دي ناس قالت ده انصار بيت المقدس دي في الهوا، ده لا لها موقع ولا لها بتاع ولا لها. طب والفيديو بتاع الطياره بتاع اول امبارح؟ انتوا يعني انتوا متخيلين ان احنا يعني ايه حاله حرب؟ احنا في حاله حرب فعلا. كلكم والطياره بتاعت اول امبارح دي كوم تاني. ان احنا كل الكلام كان على الهواء، كان على الارض، قصدي كل الكلام كان على الارض، الضرب كله على الارض، محاولات الاغتيال على الارض، تفجير عربيات على الارض. احنا دلوقتي بقينا ايه؟ بقينا سام 6 وسام 7 ما اعرفش، ويطلع الصاروخ محمول على الاكتاف يطلع يجيب طائره حربيه. ده حاله حرب يا باشا انت وهو، مش البشار بتاع الداخليه ولا الجيش اقصد، لا حاله حرب على اللي بيقول ان مش ده حاله حرب، ده حاله حرب. الدوله في حاله حرب. ان واحد
يمسك يرصد طياره عسكريه وفيها 5 من اكفأ الضباط وواحد معاهم من امناء، ويضرب صاروخ مستورد من بره. امال انتوا عايزين دي تبقى امتى نقول ان احنا مش في حاله حرب؟ لا، ده في حاله حرب. حاله حرب و ولازم هذا الارهاب ان ما اتقطعش من جذوره يبقى احنا ملناش لازمه في البلد دي. ان ما اتحطتش خطط ده من 73 ده، انا حد قال لي. وبعدين كنت بتكلم في الاهرام وانا جاي، وزميلنا الاستاذ مهدي مصطفى مدير تحرير الاهرام العربي قال لي حاجه مهمه جدا. قال لي في الفيديو بتاع هو الفيديو جاهز يا استاذ عمرو ولا مش جاهز؟ مش عارف اذا كان جاهز ولا لا. مش جاهز.